بشندي ايه بشندي؟ مين ده؟ مدرب المنتخب الجزائري تحت 17 سنة صرح قائلا قبل لقائه بكرة مع المنتخب المغربي: لقد خرجنا وبرغم خروجنا من المسابقة. ايه ده؟ هو خرج؟ الله، خرج وبيصرح وبيتكلم، يعني هيبقى خروج وما يتكلمش كمان؟ يعني خرج ما يدليش بدلو قبل ما يخرج؟ يعني خرج ما عادش لاعب خلاص، لا في البطولة دي ولا في بطولات قادمة، يبقى ما يتكلمش؟ يبقى لا قول ولا فعل، لا بيعمل ولا بيتكلم، ده تبقى فضيحة. سيبه يتكلم، لابد أن يدلي طبعا بدلو. قال لك: برغم الخروج إلا أننا سنكون الأذكى غدا أمام المنتخب المغربي، مستغلين ضعف المستوى الذي شاهدناه في مبارياته التي سبقت مباراتنا، مما سيزيد من صعوبة تأهله. ما عادش في مراحل، ما عادش في مراحل يا جدعان، ما عادش. انا هجيب منين؟ ما عدتش لاقي مراحل، ما عد كل يوم نلاقي زبون تاني غير الاولاني. ما عادش في مراهم يا جدعان، ما عادتش موجوده. ارحمونا، ابوس ودانكم، ابوس ودانكم الاتنين. ارقص لكم بلدي عشان تصدقوا ان المراحم شحت، المراحم شحت يا جدعان، يا جدعان، يا جدعان. انا هلاحق على ايه ولا ايه؟ شوف يا باشندي، خلينا نجيب الموضوع يا اخويا من ورا، من الاخر، لان في بعض الناس انت بتقابلهم في حياتك ما تبقاش فاهم لهم عدله من قلبك، تحس ان هم واخدين الحياه بالشقلوب. من اخر الموضوع وانت بتقول: سنزيد من صعوبه المنتخب المغربي في التاهل او الصعود. انتوا عارفين باشندي عشان يمنع المنتخب المغربي من الصعود محتاج بكره ان هو يعمل ايه؟ يكسب المغرب على ارضه 6-0، فارق 6 اهداف. هتكسب يا باشندي المغرب على ارضه بكره 6-0؟ هتكسب مش كده؟ ما هو الدماغ اما بيبقى متكلف عليه، الدماغ اما بتبقى متكلفه، واخد بالك، ومزاجها معدول، بتقول كلام عناب، خلي بالك يعني. فهذا ان دل يدل ان في روقان فوق السحاب. شوف يا باشندي، انا عايز اقول لك حاجه وركز في الكلمتين دول يا اخويا. بلاش بلاش وافتكر اني قلت لك بلاش. افتكر يا باشندي ان انا قلت لك بلاش، ولو ما انتش مصدقني اسأل عباس مدرب المنتخب الجزائري من يومين، طلع هلفط بالكلام قبل لقائه مع المغرب. مدرب المنتخب الجزائري تحت 20 كان عنده لقاء مع المنتخب المغربي، طلع قال هنكسب عشان يكون الفوز على المغرب مساهم لنا في الصعود، وفي الاخر اترقع حته مهموز طلع من نخاشيشه. من يومها مش عارف ينام الليل يا جدعان، وهو عباس لوحده. كم من زبون طلعنا هنا على قناتنا دي على اليوتيوب كورة كاش واتكلمنا ونصحناه قبل اللقاء وما سمعش الكلام واخد المعلوم. انت عارف يا باشندي، في اخر عام ونص بس سريعا كده، لو بدينا مثلا بميكالي مدرب المنتخب الاولمبي بتاعنا، لما جه لاعب المنتخب المغربي في نهائي القارة، طلع قال اللقب للمرة الثانية على التوالي على حساب المغاربة ولا بديل عن هذا. قلنا له بلاش، قال اركن انت، دخل عبى 2 وطلع. بعدها اتجدد اللقاء في برونزية الأولمبياد، طلع قبلها قال حانت اللحظة التي نرد فيها الصقر، فملاقاة المغرب في اللقاء السابق كانت بين أرضه وبين الجماهير. الآن المباراة في الحياد، انا اديني في الحياد، لعبني في الحياد وشوف انا هعمل ايه. دخل اترقع 6-0 وطلع. وبعدها من حوالي ايام في بطولة على ارضنا، تصفيات اللي شغالة حاليا للمنتخبات تحت 20، ما كان بيدربه، طلع قال التالتة تبتة، فشلنا في 2، في التالتة نعملها ونخلص. اخد المعلومين، اخد 2. يا نهار اسود، ده ميكالي يا جدعان واخد كتير قوي. ميكالي اخد كل ده ويا ريت على كده. ده ميكالي اخد لما اتعمى، ويا ريت على ميكالي. مدرب الجمود كابتن فتحي فاصوليا في لقائه مع المغاربه هنا طلع قال احنا جايين للمغرب عشان ناخد ال3 نقاط. دخل انشمط 4 زريبوات وطلع
في لقاء العودة بقى لما راح له المغرب هناك قال خارج الديار كان في إشكالية، المغرب جايين النهاردة على أرضنا ومفيش حجة إن احنا نفوز بالثلاثة نقاط. انشمط 5 لباليب عشان يبقى في مجموع اللقاءين واخد 9 زربوات. 9 زربوات، ويا ريت جات على قد كده وبس. عندك محروس مدرب لسوتو قال احنا تعبنا المغاربة في لقاء الدور الأولاني، واللي قدر ان هو يتعبهم في الأولاني يقدر يتعبهم في التاني. أخد 7 مهاميز متحنيين، من يومها الراجل محدش عارف أراضيه فين. ولا عباس اللي كنت لسه بحكي لك عليه آخر الزباين اللي أخدت المعلوم. بعد ده كله يا باشندي طالع تقول ما حرمتش يا ابني، ما شفتش كل هؤلاء الناس. الله، طب خاف على نفسك. البني آدم الواعي يخاف على نفسه يا جدعان. لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف يا باشندي، ما تخافش. جميع الزباين اللي طلعت إما متحدية أو مقللة أو مستفزة دخلت اتصنفرت وخرجت تاني، أخدت اللي فيه النصيب وطلعت تاني. هنا بقى إحنا نتعلم إيه؟ اللي يقول كلام يبقى قده. انت ما سمعتش الشاعر البرازيلي زائع الصيت الكبير جونيور عبد الحميد لما قال يا تقول كلام في محله يا اما هتغني حله يا حله؟ الله يرحمك يا جونيور، الله يرحمك يا عبد الحميد. اهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. نفسي في مره مدرب فرقة أو منتخب مغربي قبل اللقاء أسمعه بيقول هنكسب فلان أو علان أو هنعمل في فلان أو علان. كيت نفسي مرة أشوفهم يطلعوا متحديين أو مستفزين أو مقللين من حد، سواء قبل لقائهم قبل اللقاء أو حتى بعد اللقاء أو حتى بعد ما بيفوزوا بنتيجة عريضة وبيفتحوها للمنافس على البحري. نفسي في مرة أسمعها، نفسي في مرة أشوفها، ونفسي هذه العادة اللي عند بعض المدربين يبطلوها. فيها إيه لو طلعنا قلنا سنلعب على حظوظنا إن كان في حظوظ ولا نيلة، سنبذل ما في وسعنا، سنقاتل على حظوظنا. في لو حتى مش عايز إن أنا أعترف وأقول إن المنتخب اللي قدامي قوي أو مميز، عادي محدش هيقول لك قول، انما ممكن اطلع ان انا اتحدث بشكل واقعي ومنطقي. هنعمل اللي علينا، سنؤدي ما علينا، سنكون في قمة التركيز، سنحاول لآخر لحظة هكذا. انما المتصدر ده الفريق الوحيد في دورة تحت 17 الذي لم يهزم هو المغرب. البطولة في المغرب، المتصدر هو المغرب، الاول هو المغرب. عايز عشان ما يوصلش تكسبه انت فارق 6، تكسبه 6-0. ومش بس كده، ده كمان نتائج المنافسين الاخرين تساهم في ده. يعني حتى الجزائر ده خرج خلي بالك، حتى لو فاز 1,000,000. ده هي الفكرة كلها، ان يعني المغرب في حالة انفاز الجزائر عليه 6-0 ونتائج الفرق الاخرى كانت بشكل ما، هنا ممكن يأثر عليه في الصعود. ده على اعتبار ان ده هيحصل. الله يرحمك يا جدي برهومة مرة قال لي شوف يا ابني اللي فيه ده لا يمكن يبطله. تقريبا كان اخر نصيحة ادهاني قبل ما يتوفى. وعمتي تحتوحة مرة قالت لي برضو الله يرحمها ويبشبش الطوبة اللي تحت راسها، يا ابن ابني ايه، يا ابن اخويا ايه، يا ابني يموت الزمار وصوابعه بتلعب. الله يرحمك فعلا، معاكم حق. هتقول ايه وتعيد ايه؟ طب هيكسب المغاربة بكرة، انا بقولها لكم من دلوقتي، المغاربة بكرة هيفوزوا وهيردوا عليا دلوقتي اصدقاء المغاربة اللي بيشوفوني في التعليقات ويقولوا لي تتوقعوا هتكسبوا كام. قول لي تتوقع نتيجة المباراة كام في التعليقات، بس مش عايزين اكتر من كده. لو انت بتشوفنا على التيك توك عايز تتابع معانا حلقات اكتر واسرع دايما باستمرار، رابط قناتنا على اليوتيوب كورة كاش، هتبص فوق تلاقيه
تحت الصورة. اخبط، ادخل، تعالى.